ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد تاني من فيديوهات البحث عن اكله. والمره دي هيبقى معانا اكله ليها علاقه بالاندومي. احنا كنا عملنا قبل كده حلقه بالاندومي وكانت جميله جدا. اللي ما شافهاش يروح يشوفها بسرعه. النهارده برضو هنعمل اختراع تاني للاندومي، بس ايه بقى، احنا جبنا الوصفه زي ما قلت لكم بقى من على الفيديوهات تانية في اليوتيوب، فهنجربها هنشوف هتطلع حلوه ولا هتطلع وحشه. واحنا معانا استاذه ايمان برضو هتشاركنا هنا الوصفه. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. النهارده هنعمل ايه بقى؟ النهارده انا جبت وصفه هنجربها بقى يا مان. الوصفه دي بتقول ايه بقى؟ ربنا يستر. اسمها اندومي لحمه. اه هنجيب بصل اوكي. وفلفل رومي. طيب مبدئيا انا ما عنديش فلفل رومي فاحنا هنشيله من الوصف. ماشي، احنا هنجيب بصل اوكي ونقطعه شرايح طويله. اوكي. ونجيب جزر، عندنا جزر وهنقطعه شرايح برضو، شرايح رفيعه كده، اوكي ونحطهم على جنب. يعني هنقطع بصل وهنقطع جزر. ماشي تمام كده. وبعد كده هنسلق الاندومي بتاعنا من غير اي بهارات بتاعته ولا اي حاجه ونصفيه. ماشي. وبعد كده هنحط طاسه فيها شويه زيت، وننزل بقى الخضار اللي احنا قطعناه اللي هو البصل والفلفل الرومي، اللي هو ما عادش موجود عندنا ده يبقى الجزر. ونحط معاه جزر وبصل. اوكي. احنا ممكن نجود بقى، يعني احنا هنقرا الوصفه وبعد كده ممكن نجود حط تاتش من عندك. ماشي. هنحط بعد كده بقى ايه الزيت، وبعد كده نحط الخضار اللي احنا قطعناه، وبعد كده نحط بهارات الاندومي، معلقه كبيره صويا صوص، عندنا صويا صوص. يس ماشي. ونحط بقى ايه، نسيب الخضار لحد ما يدبل وننزل بالاندومي ونقلب. وادعي لي، هو كاتب كده قلب وادعي لي. على الصعيد الاخر في الجنب التاني هنسلق 2 هوت دوج. تمام كده. ونقطعهم شرايح صغيره ونحطهم بقى ايه على الصوص اللي احنا عملناه بتاع الخضار ده بعد ما تسبك، ونحط عليه الاندومي ونجرب. يلا بينا. واحنا ونصيبنا ان شاء الله تطلع حلوه باذن الله. يلا بينا نبدا. يلا بينا. يلا انا كده جبت الحله اهو عشان نعمل اندومي. ادي الاندومي اهو اللي انا جبته، ده اندومي لحمه جامبو، ده اللي احنا هنحطه في الحله. وهنا عملنا 2 هوت دوج زي ما قال الكتاب او زي ما قال الكومنت عشان نقطعهم. نجيبهم دلوقتي واحنا نقطعهم كده. احنا فاضل لنا ايه بقى؟ نجيب الاندومي بتاعنا. وادي الاندومي بتاعنا. وادي الصوص بتاعه هنخليه دلوقتي ايه على جنب. نسيب بقى الاندومي يستوي ونقطع الهوت دوج والخضار بتاعنا. بس احنا كده جهزنا الحاجه بتاعتنا اهو. ادي البصل، وادي الصويا صوص، وادي الجزر، وقطعنا الهوت دوج، وادي الصوص بتاع الاندومي نفسه. وقلنا هنجود بقى عليها بصراحه ربنا، هنحط فص ثوم ان شاء الله تظبط باذن الله. يلا بينا. احنا جبنا الطاسه بتاعتنا ايه عشان نجهز بقى ايه المكونات بتاعتنا. ايوه. قال لك ايه يا باشا بقى؟ معلقه زيت. معلقه زيت كده كويس. ما كترش حلو يعني. ماشي. الله، نفسي من زمان امسك البتاعه دي. ادي يا باشا معلقه الزيت بتاعتنا اهو. قال لك بعد معلقه الزيت بقى ايه؟ نحط الخضار بقى. نحط الخضار. ادي البصل، شويه بصل اورجانيك ايه. الله. نحط الجزر، ادي الجزر. سيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده شويه. نحط لهم بقى التومه. وادي التومه بتاعتنا. سلام. قلب بس وقوطي العين شويه. حاضر، نقلب ونوطي العين. الشيف ايمان برضو يا جماعه لازم يبقى ليها التاتشات واللمسات بتاعتها. الوصفه بتقول ايه؟ نحط بعد كده البهارات بتاعه الاندومي. نحط على طول ولا نسيبها الاول تاخد وتدي مع نفسها شويه هنا؟ قلبها شويه كده، هو مش قايل بس قلبها شويه وبعد كده حط البهارات. ماشي، يعني نسيبها تاخد وتدي كده 5 ونحط البهارات. بقى نحط البهارات بتاعت الاندومي اهي. ايوه بقى. لا عيب عليك يا شيف برضه. ماشي شيف قديم. هنشوف. لا عيب، هدوقك حاجه. نحط بعد كده بقى معلقه كبيره صويا صوص. معلقه كبيره صويا صوص. الله على الريحه. الريحه جميله. في ريحه حلوه طلعت. هي البهارات دي بتاعت الاندومي اصلا جامده قوي. معلقه كبيره صويا صوص. عنب.
ادي الصويا صوص بتاعنا، وادي يا باشا المعلقه، معلقه كبيره. يس. خلاص ولا حبه كمان؟ لا كفايه. كفايه. ماشي. خليها تاخد حاول تنزل بقى اللي في المعلقه ده كويس. عشان ده دارك فكفايه عليه كده. ماشي. جميل 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 جميل، حاجه جميله قوي. دي حاجه صراحه جميله. نحط يعني احنا خدنا الطريقه وحطينا تاتشات من عندنا عليها بقى بصراحه. احنا كده ما كل اللي زودناه ايه؟ العسل والثوم. قلب يا باشا. تفتكر هيطلع حلو وريحته حلوه دلوقتي؟ ان شاء الله يطلع 100 100 ان شاء الله. طيب احنا كده جهزنا خلاص الاندومي بتاعنا عشان نضيفه. ادي الاندومي بتاعنا اهو. بعد ما صفيناه نبدأ بقى نقلب. الله، والله شكله عالمي. هنجهز الطبق بتاعنا ونقابلكم على السفرة على طول. والله العظيم بس ريحته حلوه وشكله حلو. والله شكله جامد وحياة ربنا. شكله وريحته جامد. بصوا ازاي، وحياة ربنا جامد. على فكره هو كده مفيد يعني، هو فيه خضار وبتاع. لو عندي فلفل كنا حطيناه كمان. استني بقى استني. يلا ندوق. يلا انا مستنيه اهو. دوقي. في عندنا نجار عمال يخبط. معلش. النجار الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا متفائل. سخنه كمان. حلو قوي والله. غير مفهوم الاندومي خالص يعني. حلوه قوي. الله والله فعلا حلوه قوي. والله جميله فعلا. يعني انسى بقى ان انت بتاكل اندومي، خلاص انت بتاكل دلوقتي اكله مكونه من خضار طعمه حلو. التومه كمان والبصل جميله جدا فيه، والجزر والسلام بقى لو كان فيه فلفل رومي والله كانت هتبقى احلى واحلى المره الجايه. والهوت دوج كمان لا جميل قوي قوي. ممكن يكون ايه، عايزين نزود شويه صويا صوص. صح، بسيط. انت برضه تفهمي في الموضوع ده عني. لا انا حاسه ان هو كويس كده والله. انا ما برضاش ازود من الصويا صوص الدارك كده شويه. يعني هو بيبقى كده كفايه عليه بالنسبه لي، وهو خصوصا ان هو اصلا الاندومي مش كتير يعني. بس طعمها حلو قوي. النهارده الطريقه لازم تجربوها. فعلا عايز اوريكم بقى عن كثب. بصوا هتوقع على الترابيزه. عيب عليكي بقى، عيب، انا بقول لك شيف. ماشي. بصي تحفه. ماشي. هتنضف انت الترابيزه. مش بقول لك شيف. شيف. قلت التجربه بتاعت النهارده حلوه جدا. حلوه. اول مره ناكل الاندومي بالطريقه دي ونعمله بالطريقه دي. جميله وعجبتنا جدا ولذيذه. واي حد شاف الفيديو او هيشوف الفيديو يعني جرب الطريقه دي، فعلا هتبقى حلوه قوي. جربوا وقولوا لنا ايه رايكم. ده غير ان هي لو هتعملوا افتكاسات يعني عرفونا. داخل فيها خضار وكده. بالظبط. فهتبقى مغذيه جدا لو اي اطفال بياكلوها او حاجه. وجبه حلوه بالليل بقى وانت قاعد سهران وبتاع مش عارف ايه. ده 10 دقايق يا باشا تكون خلصت. بس يا رب تكون التجربه عجبتكم. والفيديو بتاعنا عجبكم. ايوه. ورحله البحث عن الاكله دي موفقه جدا بالنسبه لنا بصراحه، وسريعه التحضير وطعمها حلو قوي. واستنونا فيديوهات كتير جايه ان شاء الله من يوميات سليم وإيمان. باي باي.